يا باشا احنا ليه بنديله واسعه؟ العصفور لما بيطير من فوق لتحت وبيطير من الشمال لليمين بيقوي عضلاته. المساحه الضيقه ما بتخليش العصفور قوي. لما بشرح لك حاجه بديك الشكل النموذجي. الشكل النموذجي ده لو انت جيت طبقته هيديك 85% من الانتاج. طب انت ما عندكش، عشان تنفذ الامكانيات دي ما عندكش منها مثلا غير 80% بس اللي تقدر تعمله. هيأثر معاك في الانتاج شويه، بدل ما هيديك 85 هيديك 70. العصفور اللي ما بيجهزش صح ما بيشتغلش صح. وهي فتره التجهيز في الصيف مش في الشتاء. احنا في الشتاء خلاص العصفور طالما جاهز على الشغل هيخش يشتغل. لان معظم الناس فاكره ان التجهيز ده اللي هو الشهر اللي قبل الموسم. التجهيز ده من اول ما الصيف يبتدي، من اول شهر 6 شهر 7 الخمس اشهر دول هم دول بدايه التجهيز. طب احنا دلوقتي عندنا جوز كناريا وعايزين يعني نطور فيه او نطور في مستواه. انا عندي عصفور كورونا وعصفور كونسورت اديتهم لبعض. طيب انا شايف مثلا ان الكورونا اللي طالعه من العصفور ده مش المستوى اللي انا عايزه، ضيقه شويه. طب انا عايز اوسعها، عايز اخلي الطبق ده على دماغه كبير، او عايز اخلي الريش على عينه نازل. يبقى انا بخصص نفسي ان انا في فتره من الفترات انا بشتغل على الكورونا، بظبط العصفور عندي عشان اظبط منه الكورونا. اظبطها ازاي؟ انا فرخت جوز دلوقتي طلع عندي فروخ، اخد احلى 2 كورونا، وهنا ناس هتختلف معايا كتير في الموضوع ده. اخد احلى 2 كورونا اخوات والكورونا مظبوطه اديهم لبعض كجيل اول فقط. يعني 2 اخوات اديهم لبعض، انا كده بثبت الطفره، بقويها وبثبتها. الموسم اللي بعديه لازم اخلفهم، لازم اديهم دم بعيد، ابعد عن الدم الاصلي بتاعه، لا هو ولا اخواته ولا امه ولا ابوه، دم بره. يا باشا انا بكلمك دلوقتي في اول جيل، دي حاجه انا شغال عليها بقالي 40 سنه عشان اثبت طفره او اثبت شكل انا عايزه في العصفور ده او في العصفور الشكل. ادي 2 اخوات لبعضيهم. الكلام ده موجود في البادجي وموجود في الكوكتيل وموجود، انا عندي غير كوكتيل برضه وبتبع نفس النظام. دي قاعده موجوده، جواز الاخوات كاول جيل فقط. فقط لو جوزت، يعني لو انت خدت ولادهم وجوزتهم لبعض تاني خش مشاكل واعاقات ومشاكل كتير جدا. انما اول سلاله تطلع عندك انت بتجيب واحد من الشرق وواحد من الغرب وبتديهم لبعض، طلعوا 2 اخوات. ال2 اخوات دول لو يدفعوا كمستوى يتجوزوا بعض اديهم لبعض. السلاله اللي هتطلع منهم ابعدها، هات بقى واحد من الشرق تاني والديل ده علشان نثبت الطفره. احنا بنثبت طفره او بنثبت مستوى وبعد كده بنشتغل عليه. الكلام ده ممكن يحصل بقى في دماغ العصفور، في الكورونا، في رجليه، في منقاره. انا كراجل مربي لازم اختار ايه العصفور اللي يشتغل معايا وايه العصفور اللي ما يشتغلش معايا اللي استبعده من غيتي. انا عايز في ده دماغه، انا عايز في ده الكورونا بتاعته، انا عايز في ده الدوريه بتاعت دماغه، عايز حواجبه مقفوله، عايز دماغه مدوره وعايز حواجبه مقفوله وعينيه ضيقه. فانا عايز اطور العصفور بتاعي. انا مثلا عندي عصفور ما بطلعش عصفور اصفر، طب انا عايز اطلع العصفور الاصفر، ابتدي اشتغل على اللون برضو عن طريق جواز الاخوات في الاول وبعد كده ابعد. خد بالك الموضوع ده لو كملت في جواز الاخوات الموضوع اتدمر، الغايه اتدمرت. احنا بنعمل الموضوع ده كجيل اول فقط عشان نثبت فيه طفره. انما هو كعصفور كناريا بيشتغل، لما بيجي يشتغل لو مشيتوا على النظام ده الموضوع بيمشي زي الكناريا العادي بالظبط. لا بيحتاج تحضين ولا بيحتاج تاكيل ولا بيحتاج اي حاجه، هو بيزق وبيشتغل وكل حاجه وزي الفل، ما عندوش مشاكل. بس هي الفكره كلها انك تجهزه صح علشان يشتغل. طيب في مشكله بتحصل دايما في العصفور ده وعصفور الشكل عامه، حاجه اسمها اللمس. اللمس ده مرض
عباره عن ريش بيتقلب تحت الجلد. نعرف ايه سببه وازاي يتعالج. عشان في ناس بتقول ان الريش المقلوب ده وراثه، وفي ناس بتقول ان ده مرض بيصيب العصافير. القصه كلها ان موضوع اللمس ده، اي ريشه بتيجي تطلع تخترق الجلد وهي بتطلع لازم الريشه دي تبقى قويه، لان الريشه دي بيبقى ليها راس زي الحربه بالظبط، سن زي الحربه بالظبط. فالريشه دي لو جت تخترق الجلد والريشه دي الحربه بتاعتها طريه خفيفه، الجلد ناشف، بيحصل لها ايه؟ بدل ما تطلع وتخترق الجلد تروح لافه تحت الجلد وتبتدي تنمو، وتيجي الريشه اللي جنبها تنمو زيها، فتلاقي العصفور حصل له كتله ريش كده في الجناح، في البطن، في الرقبه، في اي حته. تبتدي الريشه تدف وتبقى عملت كوره. الكوره دي بعد وقت تفضل تكبر تكبر لغايه لما تتنطر بره الجلد، وللاسف بتطلع بطريقه جراحيه، ما بتطلعش كده، ما بتقعش. طيب ايه السبب؟ السبب حاجات كتير. الريشه لو احنا بنغذيها كويس بالفيتامينات وبالتغذيه الكويسه، الريشه بتاعت العصفور هتطلع كويس. طيب لو العصفور ده ما بيحطلوش ميه، ما بيستحماش، في المسام بتاعت الجلد بتتسد مع الغبار ومع الاوسخه والكلام ده، الريشه بتاعت المسام نفسها بتاعت الريش بتتسد، فتيجي الريشه تطلع ما تطلعش، حتى لو الريشه قويه تيجي تطلع ما تطلعش. طيب في حاجه ثالثه، عصفور الكناريا، وده رايي الخاص عشان بس ما حدش يعلق عليا، ما بيحتاجش كالسيوم. عصفور الكناريا بياخد الكالسيوم من التغذيه بتاعته، بياخده من بيض، بياخده من خضار، انما ما بيحتاجش كالسيوم اضافي. عصفور الكوكتيل وعصفور الباجي بنيجي نجيب له كالسيوم سايل ونزوده له في الميه، يقول لك العصفور ده ناقصه كالسيوم، بيبقى عنده السيريا وكل حاجه، بس نقول لك العصفور ده عنده كالسيوم، ناقصه كالسيوم، فندي له كالسيوم اضافي. العصفور ده ما بيحتاجش كالسيوم، العصفور ده بيحتاج الكالسيوم وقت التفريغ فقط، نعلق له السيبيا، والنتايه هي اللي بتحتاج الكالسيوم عشان هي اللي بتبيض، تلاقيها قبل التفريغ بتنزل تنقر في الكالسيوم ده لغايه لما تخلصها علشان تخش مرحله البيض. انما في الوضع العادي حط له حته السيبيا ولا تلاقيه بيقرب منها اصلا، لان هو مش محتاجها. ففي ناس كتير قوي مربيين تعمل ايه؟ بتروح حاطه كالسيوم في الاكل، في الخلطه بتاعت الغذاء تحط كالسيوم. الكالسيوم بيعمل ايه؟ بيطول الضوافر، بينشف الجلد بتاع الرجلين، بينشف الجلد بتاع الجسم نفسه. لما بتيجي الريشه تطلع الجلد جاف ناشف، المسام مش طريه، فبرضه الريشه بتيجي تطلع بتلاقي الجلد ناشف، بيحصل نفس الموضوع بتاع اللمس ده والريشه تلف ما تطلعش. نحل الموضوع ازاي؟ ما نحطش كالسيوم، نحط حمامات ميه باستمرار، والكلام ده طبعا في فتره الصيف لان العصفور بيغير الريش في الصيف، واتفقنا ان العصفور عشان يغير الريش لازم يتحط في مطار كبير. طول ما انت بتحط مطارات في ميه في المطارات، العصفور بينزل يستحمى، بينظف ريشه من الاوسخه والكلام ده، المسام بتتسلك بتنضف، تلاقي العصفور داخل على التفريخ اللمس ده ما قربش منك نهائي. انا ليه بالذات اخترت اللمس ده؟ عشان ده مشكله الناس كلها بتواجهها، بالذات اللي بيحط العصفور في قفص صغير، او ما بيهتموش بالحبوب، او بيدوا كالسيوم في الاكل. يقول لك انا ما اعرفش العصفور ده عمل ليه كده. طبعا هو شكل اللمس في الاخر بيبقى شكله وحش على العصفور، بيبوظ الشكل. فلو احنا قدرنا نعمل الموضوع ده بحمامات الميه والتغذيه الطبيعيه، انت بقى معاك عصفور زي الفل، تخش بيه موسم يشتغل معاك زي الكناريا العاده بالظبط، مفيش في اي مشكله. توزيعه بقى وبيعه وشراء العصفور ده مطلوب جدا في مصر وفي كل الدول العربيه وفي كل الدول الاوروبيه، ومحبوب جدا. انا نفسي ان الناس تربيه كتير،
لان هو فعلا عصفور مطلوب. تربيته سهله جدا، بس هي تريكات صغيره. هو عصفور الكناري عامه رزل شويه، تريكات صغيره لو قدرنا نعملها الموضوع بقى سهل جدا بالنسبه لنا. يعني احنا معانا واحد صديق اهو كان عنده جلوستر، لسه بيشتكي من نفس الموضوع عشان العصافير ما اتحطتش في مكان واسع وما اهتمش بالحته دي. العصافير الموسم خلص اهو، والعصافير ما لا اشتغلت ولا عملت، ومثلا من ضمن 4 تجواز طلع فرد واحد. لو كان مشي على النظام كانت الدنيا اتغيرت، انما ما تجيبش عصفور تظلمه معاك وبعدين تقول ده العصفور هو اللي وحش. ده زمان، مش زمان قوي يعني، كانت الناس تقول لك العصفور الجلوستر ده ما بيشتغلش غير على 3 سنين. في حاجه اسمها عصفور حجمه 70 جرام يقعد 3 سنين عشان يشتغل ويبلغ، يعني كلام غير المنطق. بس هم بيقولوا ليه كده؟ عشان هو بيقعد العصفور عنده سنه واثنين وثلاثه والعصفور ما اشتغلش، فهو يقول لك ده بيشتغل بعد 3 سنين، عشان لما يبيعه بعد 3 سنين يقول له هو العصفور ده بيشتغل بعد 3 سنين. ودي طبعا العصفور ده زي عصفور الكناريا العاديه بالظبط، 8 شهور وبيشتغل مفيش فيه اي مشكله خالص. انا بس حبيت اديكم نبذه مهمه عن العصفور ده، لان احنا اتكلمنا قبل كده عن التربيه بقى وازاي تربي الكناريا والكلام ده كله. هو بياخد كل انواع التربيه اللي انت بتعرفها عن الكناريا، تربيه عاديه جدا زيه زي اي عصفور كناريا. المشكله الصغيره زود له البيوتين في التغذيه، واهتم بالحمامات ومطار واسع. بيوتين عند اي حد بيبيع مكملات غذائيه موجود عنده. لا صعب، بيبقى موجود قليل قوي، فعلشان كده احنا بنضيفه كمكمل غذائي. انما موجود في البروكلي وموجود في البيض بس نسبه قليله جدا، هو بيحتاج نسبه اعلى. علشان كده احنا لما بنقول الكالسيوم، الكالسيوم موجود في البيض كتير، موجود في البروكلي كتير، موجود في الجرجير، فهو بياخد فايدته، مش محتاجين ان احنا نديله كالسيوم زياده. انما البيوتين قليل، بيبقى بنسب قليله في التغذيه، عشان كده بنحط له اضافه. وعند اتمنى ان انا اكون افدتكم في الوهله الخفيفه اللي انا قلتها لكم دي،